هي وكالة ولا ايه؟ مين حضراتكم فيه ايه؟ الله. ليلى انت جاي اخرس ده انا فيه ايه؟ الله طب ايه؟ نازل ايدك ابلع عليك يا حبيبي ابلع عليك. تكدبي عليا يا ليلى؟ تكدبي عليا؟ مش وقته، مش وقته يا مين يحيى. الكلب اللي انت في بيته؟ مش وقته يا يحيى. تعالي هنا يا حبيبي المهم اطمنا عليها. خلاص يلا. انت مين يا؟ ده اسمها زباله يا انزل ايدك. ما تفتحش بقك. يلا بينا. يلا بقى يلا حبيبي. مش وقته يا يحيى، يلا بينا بقى. خليك يا نادية، أنا هفتح لهم. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. عاوزه تضيعي نادية نادية. نادية، إيه اللي بتعمليه ده يا نادية؟ نادية نادية. فضلك. عاوزه تضيعي نفسك وتضيعي سمعة اخواتك. نادية مش هينفع. ردي عليا. يا نادية بس اهدي. رحتي للبيت كم مرة؟ بيت إيه؟ رحتي للبيت كم مرة؟ بيت مين؟ يا خش قذرة. جوه، خد اختكم وخش مش جوه. هتدخل جوه غير لما ترد عليا. بس يا نادية بقى. نادية كفايه، مش هينفع اللي انت انت ما بتعمليه ده. تتدخلش اصلا. ما تدخلش ازاي يا نادية؟ جاي دلوقتي تتدخل. بس ده بقى. مالك؟ بس خلاص خلاص يا يحيى، البنت رجعت حضن مامتها، وانا متاكده ان ناديه هتهدى وهتعرف تلم الامور. مش وقته الخناق بينكم وبين بعض. يلا يا يحيى من فضلك، يلا عن اذنكم. ليه يا ليلى؟ ليه؟ انت عشان كده رحتي بيتي عند بابا؟ ردي عليا، في حاجه حصلت بينكم؟ ردي. لما دخلنا السنتر وما لقيناهاش، مراد كلم واحد صاحبه وجاب منه عنوان شقة الولد ده. دخلنا لقيناهم في وضع عادي، مفيش أي حاجة مش مظبوطة. الولد اتبهدل جدا مني أنا ويحيى ومراد. هو كان ضربها على ايدها، ما هي راحت معاه في مزاجها، ليلى متلخبطة وأعصابها تعبانة. فتروح مع واحد البيت. مراهقة يا نادية. أنا مقدر قهرة القلب على الضنا، واديك شفت بنفسك اللي حصل مع علي. بس ساعات يا نادية الوجع بيفتح عينينا على حاجات كتير ناقصة بينا وبين عيالنا. أنا وأنت زي بعض في اللي عملناه، رغم إننا مختلفين. أنا صاحبت بزيادة وأنت شدتي بزيادة. أنا غلط وأنت غلط. وادينا أهو بتغير وابتديت أشد شوية مع العيال. أنت بس ناقصلك إنك تصاحبي. صاحبيهم يا نادية، صاحبيهم. أنا اللي أعرفه دلوقتي وآمنت بيه إن العيال دي ما عادش ينفع معاهم المنع، وبرضه ما ينفعش نسيب لهم الحبل كده. لكن ينفع نصاحبهم ونساعدهم يملوا دماغهم بحاجة تحميهم وتفيدهم. لكن السؤال الأهم من هي ليه راحت له البيت، هي إزاي تحب ولد زي ده أكبر منها ومش شبهها وما ينفعش يبقى فتى أحلامها؟ ده السؤال لازم نلاقي له إجابة عشان ما يتكررش تاني. وأنا أعتقد إنه غياب الأب له دور في الحكاية دي. ليه كل اللي اهلهم متطلقين بيعملوا اللي هي عملته ده؟ نادية، أنا هطلب منك طلب. ممكن ما توفيش كتير عن اللي هي عملته، عديه عشانها وعشانك. واتكلمي معاها يا نادية، اتكلمي معاها، خليها تحكي عن كل حاجة، تحكي عن تفاصيلها اللي بتتكسف منها، عشان ما يجيش حد من بره يشوه لها التفاصيل دي. أروى وهند مختلفين، ليلى مش زيهم صدقيني. انا اسفه يا حسن. لا تأسفي على إيه؟ ليلى دي بنتي. بالفطره كان لازم اصدق بنتي واكدبك انت ومراد، بس فطرتي طلعت غلط. ولا يهمك، كويس إن إحنا لحقنا ليلى وإننا جنب بعض. انت راجل مفيش زيك يا حسن، يا ريتني كنت قابلتك من زمان، كانت هتفرق قوي. انا اسفه على كل اللخبطه. لا خالص خالص.
انت مش محتاجه تتاسفي، وانا جنبك لو احتجتي اي حاجه. أنا عمري ما هخسرك كصديق مهما حصل. عن اذنك. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.